فضيحة بكل المقاييس وسقطة أخرى للإعلام الجزائري الخبيث. برومو خاص لوثائقي حول الجيش الوطني الشعبي أو ما يسمى بسليل جيش التحرير الوطني بعنوان رجال التحديات على شاشة التلفزيون الجزائري الرسمي، حمل صورة للقوات الخاصة، غير أن هذه القوات هي القوات الفرنسية الخاصة التي تدخلت في ليبيا سنة 2016. وكما عادت الإعلام الجزائري استخدام وسرقة صورة الآخرين، فهو عمد إلى استخدام صورة معدلة لقوات فرنسية وكأنه لا توجد قوات خاصة جزائرية. كان من المفروض أن هدف البرنامج هو تحميس الجزائريين وطمأنتهم بقوة جيشهم وبرجال التحديات كما سمي البرنامج الرسمي، إلى أنه أغضب الجميع وحطم معنوياتهم. بعد انتشار الفضيحة جزائريا ودوليا، اضطر التلفزيون الجزائري إلى تقديم اعتذار على صفحته في الفيسبوك، وقام أيضا بحذف صورة البرومو. وقد حمل التلفزيون الجزائري مسؤولية الخطأ إلى مصمم الجرافيك، وحاول تبرير الخطأ بأن الصورة قد استعملت سابقا من طرف مؤسسات أخرى.